إزاي أصلاً ممكن نعرف ربنا؟ هل ممكن نبص حوالينا في الدنيا ونفهم كل حاجة عنه؟ بلاش تحتار، هنساعدك تختار المنيو، وقتك دهر، اختار اللي ينفعك. أهلاً بيكم في المنيو. هنا بنساعدك تختار تتعلم إيه. والنهاردة طبقنا الرئيسي هو كتاب عن علم اللاهوت النظامي. أول نقطة أساسية بيقدمها الكتاب هي إن ممكن نعرف حاجات عن ربنا من خلال الطبيعة والكون. ده اللي بيتسمى اللاهوت الطبيعي. بولس الرسول قال إن معرفة الله الأساسية زي وجوده وقوته الأزلية واضحة في الخليقة. هنا بقى الكتاب بيحط خط فاصل مهم جدا، بيقول إن تفاصيل الخلاص وشروطه دي لازم نعرفها من مصدر تاني خالص، اللي هو إيه بقى؟ الوحي الإلهي المباشر، يعني الكتاب المقدس. هو ده اللي بيشرح لنا خطة الله للخلاص بشكل واضح ومفصل. يعني الفلاسفة أو العلماء اللي بيعتمدوا على العقل بس أو المادة بس، من وجهة نظر الكتاب بيفوتهم جزء أساسي وحيوي من الحقيقة. ودي نقطة مهمة تانية، دور الوحي. الكتاب بيعتبر إن علم اللاهوت أساسه وهو اللي ربنا أعلنه عن نفسه، مش مجرد استنتاجات عقلية. أكيد. وبيأكد كمان إن العلم الصح والفلسفة الحقيقية مش بيتعارضوا مع الوحي السليم، بالعكس ممكن يكملوا بعض. اللاهوت ممكن يجاوب على أسئلة الفلسفة ما بتعرفش تجاوبها لوحدها. مثلا اللي اسمهم التقليديين، دول بيشوفوا إن الكنيسة ليها دور مهم في تفسير الكتاب المقدس، وإن في كمان تقليد شفوي، يعني تعاليم اتنقلت عبر الأجيال مهمة زيها زي الكتاب. وفي المقابل في وجهة نظر تانية بتقول لأ، الكتاب المقدس لوحده كفاية. بيعتبروا إن الكتاب المقدس هو المصدر الوحيد المعصوم من الخطأ للإيمان والحياة، وهو كامل مش محتاج حاجة جنبه. في كذا طريق أو زاوية بنبص منها على معرفة الله: الطبيعة، العقل، الوحي المباشر في الكتاب المقدس، وكمان التقليد وتفسير الكنيسة. الكتاب ده بصراحة مليان تفاصيل وعناوين تانية كتير شيقة جدا. يعني مثلا بيتكلم عن صفات الله، الثالوث الأقدس، طبيعة الإنسان، شخص وعمل المسيح، الخلاص بالإيمان، الكنيسة، والأمور الأخيرة. مواضيع كتير وعميقة فعلا، واللي حابب يتعمق أكتر هتلاقوا في وصف الحلقة رابط معمول بالAI تقدروا تسألوه أي سؤال في محتوى الكتاب ده. ودي كانت حلقتنا النهاردة. قولوا لنا في التعليقات تحبوا المنيو الجاي يكون عن إيه؟ مستنيين اقتراحاتكم. المنيو، وقتك دهب، اختار اللي ينفعك. سلام. سلام.